قديستنا النهاردة اسمها جوليا، اتصلبت على الصليب زي المسيح بالظبط من أجل اسمه. تعالوا نعرف قصة حياتها مع بعض. معنى اسم جوليا بهيجة أو بهجة. اتولدت قديستنا في مدينة تونس في شمال أفريقيا. كانت من عيلة أرستقراطية، باباها ومامتها كانوا مسيحيين وأغنياء جدا في الروحانيات والجسديات، وكانوا من أغنياء البلد، وكان عندهم أراضي كتير وخدم وممتلكات ملهاش حصر. لكن اختاروا لها معلمين مسيحيين عشان يعلموها الإيمان المسيحي، فحفظت جوليا المزامير كلها وواظبت على قراءة الكتاب المقدس وحضور القداسات. وفي الوقت ده دخل الملك هنريكس ملك الفندليين، كان بيكره المسيحيين جدا وبالأخص الأرثوذكس، فبدأ يقبض على كل المسيحيين وبالأخص الناس الأغنياء. كان بياخد الستات والأطفال أسرى وبيسرق فلوسهم، ومن ضمن الأولاد والبنات اللي أخدهم أسرى كانت جوليا. وبعدين راح عرضهم للبيع في سوق العبيد. ففي راجل سوري وثني اسمه أوسابيوس اشترى جوليا وخدها وراح بيها على سوريا. ولقت نفسها جوليا بتخدم راجل وثني بعد ما كان في ناس كتيرة جدا بتخدمها، ففضلت جوليا تخدم الراجل ده بفرح، ولقت نفسها بقت عبدة بعد ما كانت حرة. لكن هي افتكرت كلام بولس الرسول لما قال في أفسس: أيها العبيد أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وبعدها بدأت تخدم سيدها بفرح. لكن بعد ما بتخلص خدمتها كانت ترجع على أوضتها وتقعد تصلي وتسبح ليسوع وتقرأ في الكتاب المقدس. شاف أوسابيوس ده في جوليا فاحترمها جدا وقدرها، وكان بيعتبرها كنز في بيته وبركة ليه. وكتير كان بيقول إن أنا ممكن أخسر كل فلوسي لكن مستحيل أخسر عبدتي جوليا. قدرت القديسة إن هي تمارس عبادتها بحرية تامة، تصلي وتقرأ في الكتاب المقدس من غير ما حد يمنعها ولا حتى سيدها ده. فكانت كل يوم بتقرأ في الكتاب المقدس وبتصوم وبتصلي بكل حرية. وأوسابيوس حافظ على عفتها ومحدش لمسها بسوء. حب أوسابيوس إن هو يسافر لجزيرة كورسيكا اللي كان أهلها لسه وثنيين، فأخد معاه جوليا وناس كتير من الخدام بتوعه عشان تقوم هي كمان بخدمته. ولما وقفت السفينة عند شاطئ الجزيرة نزل أوسابيوس مع كل الخدام بتوعه ودخل هيكل الأوثان. لكن جوليا قعدت في السفينة وقعدت تسجد وتصلي للسيد المسيح. وهي قاعدة بتصلي دخل السفينة في الوقت ده خدام أمير الجزيرة كان اسمه فيليكيوس عشان يشوفوا البضاعة اللي جابها أوسابيوس. فلقى القديسة على الحال ده قاعدة وعمالة تصلي. فراحوا سألوا الملاحين: هي مين البنت دي وليه ما دخلتش المعبد بتاعنا؟ فراحوا قالوا له: دي أسيرة أوسابيوس التاجر، وهي مسيحية وبتستهزأ بعبادة الأوثان. راحوا خدام الأمير راحوا لأميرهم وقالوا له على كل اللي سمعوه. فراح جاب الأمير أوسابيوس وسأله عن جوليا: مين دي وليه ما دخلتش المعبد بتاعنا؟ فراح قال له: دي عذراء مسيحية فاضلة جدا وعلى درجة كبيرة جدا من الإخلاص، وما تتسواش بأي بنت من البنات اللي عندي، لكن أنا ما قدرتش أخليها تعبد آلهتنا. راح قاله الأمير: انت لازم تلزمها بإكرام آلهتنا، يا إما تبدلها بواحدة تانية وتبيعها لي. راح قال له أوسابيوس: ولا ده ولا ده، ما اقدرش اعمل حاجة من الاتنين، ولو قدمت لي كل فلوسك ده عندي ما يساويش تمن العبد المسيحية دي. انا مستعد اخسر كل فلوسي ولا سيبهاش تخرج من عندي. فكر الامير ازاي يضحك على أوسابيوس ويقدر يخطف القديسة. فراح صنع وليمة عظيمة جدا كانت على شرف أوسابيوس، وحط قدامه من الاكل والشرب اشكال وانواع لغاية ما سكر وغاب عن وعيه. راح بعت الخدام بتوعه ان هم يجيبوا جوليا ويوقفوها قدامه، وفعلا ده حصل. وطلب منها ان هي تروح المعبد عشان تقدم الاكرام والسجود للآلهة، وراح وعدها: لو عملتي كده بعد ما تسجدي للآلهة انا هطلق سراحك وهتبقي حرة تاني. قالت له القديسة: ما دمت انا بخدم سيدي وإلهي يسوع المسيح فانا حرة،
أنا برفض الآلهة بتاعتك من كل قلبي. غضب الأمير فيليكيوس جدا وراح أمر إن هي تتعلق من شعرها، فراحوا علقوها من شعرها وفضلوا الجلادين يضربوها بالعصيان لغاية ما كانت هتموت. لكن هي ما كانتش مبطلة صلاة، وكانت دايما تقول يا رب يسوع المسيح أعني. وخاف الأمير إن يصحى أوسابيوس من نومه وإن هو يخلصها من إيديه، فراح أمر إن هي تتسمر على الصليب عشان تموت مصلوبة. كانت فرحانة جدا وبتقول لتكن مباركا يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، انت أهلتني يا رب إن أنا أموت زيك ومن أجلك مصلوبة على خشبة الصليب. أرجوك يا رب بحق دمك الطاهر الزكي انظر يا رب بعين رحمتك للشعب اللي قدامك ده، الشعب اللي عايش في ظلام الموت. اغفر لهم يا رب ونور قلوبهم ونور عيونهم بنور الإيمان. وبعدين راحوا صلبوها على خشبة وماتت وهي مليانة جراح وجسمها كله بينزف دم، ونالت إكليل الشهادة سنة 439. راح صحي أوسابيوس من نومه وعرف اللي حصل، فحزن جدا جدا على اللي حصل ومكانش مستوعب، لكن ما كانش قادر يعمل حاجة. وفي الوقت ده ظهر ملاك الرب لمجموعة من المتوحدين في جزيرة جنب الجزيرة اللي هم كانوا فيها اسمها غرغونة، وقال لهم إن هم يروحوا لجزيرة كورسيكا عشان ياخدوا جسد الشهيدة القديسة. وفعلا حصل كده، راحوا للجزيرة وأخدوا الجسد بكل احترام، وعرفوا سيرة الشهيدة العفيفة دي من الراجل الغني أوسابيوس، وراحوا نقلوها للدير بتاعهم كان سنة 439. وفي القرن الثامن اتنقل جسدها للبندقية بإيطاليا واتبنت كنيسة على اسمها. كل الناس اللي في إيطاليا بيحبوا القديسة جوليا جدا وبيحترموها جدا جدا ودايما بيطلبوا شفاعتها، وأعلنتها الكنيسة الكاثوليكية شفيعة لجزيرة كورسيكا. أعلنتها الكنيسة راعية لكورسيكا في 5 أغسطس سنة 1809. وعيد القديسة جوليا يوم 23 مايو. بركة صلوات وشفاعة القديسة جوليا تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديسة جوليا ابعتها للناس خليهم يعرفوها، وتابع صفحتي واستنوني كل يوم الساعة 8 بالليل مع سيرة قديس جديد.